جماهير الاهلي المتواجدين فقط بالمباراه اللي هم تواجدوا في ماتش الاهلي والمصري بتاع دور الثمانيه بتاعك، مش هنخلص احنا من الحواديت دي، مش هنخلص من حضور عدد مباراتين قادمتين في بطوله كاس مصر. حرمان جماهير المصري اللي كانت موجوده ماتشين من وجود في كاس مصر. فين؟ في كاس مصر. يعني الواد اللي كسر الكراسي وعمل كل حاجه يخش الدوري عادي. الماتش الجاي في الدوري بيعملوا الكلام ده مع اللعيبه، يعني اللائحه بتاعت المسابقات الكلام ده مع اللعيبه، لكن في الكاس يعني يستنى اللي غلط من جمهور المصري للماتش الجاي للمصري في الكاس السنه الجايه بعد ما ده اصلا ده ما خلصش الكاس ده. انما الجمهور اللي يغلط لازم يتحاسب فورا، لان خطأه بيبقى خطأ صعب، لانه كسر كرسي، عمل حاجه ما ينفعش. المهم قال لك علي ماهر ايقاف 4 ماتشات. هو علي ماهر لسه جاي اصلا، ده اول ماتش ليه بتاع الاهلي توقف 4. انا لو من السيد استاذ كامل ابو علي اخصم له شهر من المرتب ده تقيل قوي، مرتب عالي. خد بالك ده حد بيقول لي عامل شرط جزائي مش عارف 15 مليون جنيه ولا ايه. اه والله مورينيو وحد بيقول لي كده، انما ماشي طبعا. على الكابتن علي ماهر مدرب كبير يعني. ايقاف 4 ماتشات وغرامه ماليه 20,000 جنيه تسدد لخزينه الاتحاد. بس الايقاف ده في مسابقه كاس مصر، صح كده؟ الكلام ده في كاس مصر يعني الايقافات دي في كاس مصر. ايقاف الراجل المساعد بتاع كولر جيم برالد اسمه ماتشين و20,000 جنيه غرامه برضه في كاس مصر. في بقى عامل غرف ملابس ايقافه 2 سنين من تاريخ الماتش. ليه؟ من الولد ده جاب فانيله النادي الاهلي وداس عليها وعمل كده حركه فتوقف 2 سنين. ادي القرارات اللي اخدتها امبارح لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم. ماشي يا باشا. ماشي. المصري اخد باهر محمدي، وبيقول لك كان باهر محمدي متفق مع الزمالك. الزمالك طبعا عنده ظروف قاسيه جدا الفتره دي، وانا في رايي الزمالك ما يركز الاول في سداد الحاجات اللي واقفه القيد. انجزوا القصه دي الاول. يعني المجلس قاعد، المجلس ماشي، ما كل التفاصيل دي انا ما اعرفش، المجلس حر فيها، لكن لازم يرفع ايقاف القيد بسداد الفلوس بتاعت شيكابالا والفلوس بتاعت اشين بونج عشان يقفل تماما القصه دي. ده حتى الهاند بول باعتين جواب بيقول لك مستحقات لمدرب متاخره ولازم تدفعوا، يا اما مش هتشاركوا في البطولات الخارجيه والبطولات البطوله العربيه. والزمالك ده كينج الهاند بول يعني. فهقول الناس يعني اللعيبه متضايقه، بس لازم يقفلوا البيبان اللي خاصه بالغرامات والايقافات دي. وبعد كده حتى انت لو لعبت الموسم الجديد في الزمالك بنفس الفرقه وصعدت حد وجبت 2 لعيبه بس حتى هتأدي وتشتغل، هو ده المهم. طيب عندي خبر رئيس لجنه الحكام الكابتن بيريرا، خبر مهم جدا. قال لك انه اي حد هيظهر في الميديا هيدفع فلوس. هي ناقصه الحكام مش بتقبض يعني. قال لك حتى برامج المقالب، برامج ما اعرفش ايه، عارفين كان كابتن ابراهيم نور الدين طلع في برامج كده، فقال لك اي حد هيشتغل على الحاجات دي هيتاخد عليه غرامات شديده جدا خلال الموسم الجديد. يعني قرار تأديبي ماشي اوكي. المهم بس الناس تاخد محاضرات وتاخد دروس وتاخد حاجات. عايزين الحكام الموسم الجاي يكونوا افضل ان شاء الله. واحد لقيته كاتب بوست يقول لي الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي علشان نسي يبلغ الراجل بميعاد الماتش بتاع كاس الرابطه. طب اسباب لما بتسمعها تضحك، لانه في مدير فني بيبقى معاه الاجنده، اجنده الماتشات واجنده البطولات، ونسي يكلمه فالقى اضطر ينسحب من قدام المصري. شفت هو انسحب بقى من بطوله الرابطه دي عشان ما بلغوش سيد عبد الحفيظ
بميعاد الماتش، والنبي ده كلام يصدق. وطبعا تلا ذلك بقى، قال لك يانكون ماشي بتاع حراس المرمى، وقمصان ماشي، وحتى بتاع التسويق ده امير توفيق ماشي، وما اعرفش ليه الخطيب قاعد. ما هو يمشي، لجنه التخطيط هي كمان تقرر رحيل الكابتن محمود الخطيب ونهزر بقى، مش كده؟ انما الاهلي يبقى، يتغير المتغيرون ويبقى النادي الاهلي. دي حاجه بس حبيت بيها، حبيت اتكلم فيها، لان انا ببقى مستغرب من الحاجات اللي زي دي. الاهلي عنده معسكر يوم 22 اغسطس، يرجعوا من الاجازه، وبعد كده عنده معسكر في النمسا في احدى مقاطعات النمسا. مارسيل كولر يعني مبسوط من هذا المكان يعني، ورشحه. المترجم بتاع كولر قال لك مش بتعرفوا تفرحوا، الجوادي مش بتعرفوا تفرحوا. ليه مش بتعرفوا تفرحوا؟ عشان الناس قاعده تقول ده ماشي، وقمصان ماشي، وينكون ماشي، وزكي ماشي، وعلي ماشي، كل الناس قاعده ماشيه ورا الشائعات. لكن الاهلي مش كده خالص. بس انا مش في حاجات في الاهلي مش عايز اسمعها بقى. ما حدش يقول لي اصل كولر ما يعرفش ان سيد عبد الحفيظ ماشي. هنقول له ما انت بتهزر. كابتن سيد ما كانش عارف ان هو ماشي غير يومها هو قاعد في الاجتماع. هقول له انت بتهزر، كل الكلام ده مش صح. كابتن سيد عبد الحفيظ عارف قبلها باسبوع، مستر كولر متفق مع اداره الاهلي من شهر على الموضوع ده، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان عارف بالقصه دي، لكن من اسبوع قبل اصدار القرار عارف ان القرار بعد اسبوع. فمش عايزين بقى ايه يعني، الاهلي مش صاحي من النوم فجاه. ده اكتر حاجه بقى قنبله الضحك. قال لك اصله مشي عشان والله حد قال كده من شروط رئيس الزمالك انه يمشي ان سيد عبد الحفيظ يمشي. طب مثلا يقول للخطيب يمشي، الراس بالراس يعني، لكن سيد عبد الحفيظ يمشي؟ يعني لو انت عايز حتى تقول ايه كذبه والناس تصدقها قول كده، لكن طبعا مفيش الكلام الفارغ ده.